لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. طرد اللاعب الشيخي من صفوف مولودية وجدة، وهنا سيعلن الحكم عن ضربة جزاء ثانية بعد إسقاط اللاعب اللومري. العملية التي أعطت طرد الحارس قللة، والذي عوض بالحارس حجازي بعد أن أخرج المدرب سليماني اللاعب الصالحي. ضربة الجزاء أعطت الهدف الثالث وسجله اللاعب اللومري. بعد ذلك سيستسلم فريق المولودية الوجدية لقوة الوداد، وإثر قذفة قوية اللومري مرة أخرى يسجل الهدف، وفرحة عناصر الوداد بهدف اللاعب اللومري. فريق الوداد البيضاوي قام بعدة محاولات وفعل ما شاء في هذه المباراة، وهنا سيتمكن اللومري مرة أخرى من تسجيل هدف بطريقة ممتازة. هدف نقترحه عليكم مرة ثانية. ضربة محكمة للاعب اللومري استقرت في مرمى الحارس حجازي. وأمام الضغط الودادي رجع فريق مولودية وجدة إلى الوراء في محاولة للحد من تسربات لاعبي الوداد، وهنا سيعلن الحكم حدقة عن ضربة جزاء أخرى سيخفق في ترجمتها لهدف الحارس عشاب. مهرجان الإصابات سيستمر، وهنا اللاعب اللومري الذي تألق في هذه المباراة سيتمكن من إضافة هدف آخر لفائدة الوداد بطريقة رائعة. السؤال المطروح هو: هل قوة الوداد أربكت العناصر الوجدية، أم أن هناك أشياء لعبت دورها في هذه المباراة كتهاون اللاعبين الوجديين، وهو الأمر الذي جعل فريق الوداد البيضاوي يضغط وينتزع انتصارا